اللي انتوا بتعملوه ده يا اساتذه؟ خير يا سعد بيه، في ايه؟ انتوا قلبين الشركه مطعم ولا ايه؟ سعادتك دي ساعة الراحة بتاعتنا، وقلنا بدل ما ننزل في أي مطعم قريب جبنا أكلنا هنا وهنوفر وقت للشغل. ما تتفضل معانا يا سعد بيه. سعد بيه له نظام خاص في الاكل، لو سمحتوا خلصوا بسرعه عشان تكملوا شغل. بره. حضرتك قلت ايه يا سعد بيه؟ بقول لكم اطلعوا بره كلكم. خير يا سعد بيه، حصل ايه؟ من النهارده مفيش اكل في الشركه، فاهمين؟ مفيش اكل في الشركه. بره. هيجي منين الخير؟ ما الصباح باين اهو على قدوم الواردين. أنا محضر من محكمة شرق القاهرة. عرفت يا سيدي. خير. حضرتك الأستاذ سعد عبد الستار ليه؟ ايوه انا. معايا إعلام من المحكمة بدعوى طلاق من السيدة رشا شاهين أبو الفتوح، زوجة حضرتك. طلاق؟ اتفضل حضرتك امضي لي هنا بالاستلام. شكرا. هي وصلت الوضاعة لغاية كده؟ ماشي يا رشا. مالك يا سعد؟ شايل هموم الدنيا على دماغك ليه يا ابني؟ النهارده الصبح جالي محضر. ايه؟ محضر؟ ليه كفالة الشر؟ رشا طالبة الطلاق. طالبة الطلاق؟ ليه؟ هي حصلت؟ طلعت انت صح. وانا اللي طلعت غلط. يا ما قلت لك يا ابني، دي ما تناسبكش. ركبت راسك وأصرت عليه. كنت متخيل ان ممكن اغيرها. كنت متخيل ان ممكن اشكلها زي ما انا عايز. ليه؟ هي حتة قماش، دي بني آدمة يا ابني، من دم ولحم وطباع، وطباعها كده لا يمكن تتغير أبدا. وبسلامتها بقى، طالبة الطلاق ليه؟ بتقول ان انا هاجر عيش الزوجية وان ده عامل لها مشاكل نفسية. خلاص ارجع لها وسد عليها حجتها. ارجع لها بعد اللي هي عملته ده يا امي؟ لا يمكن طبعا. طب اهدى يا حبيبي، اهدى. والله يا ابني مش عارفه اقول لك ايه. ما كانش بس هي حامل وبطنها طفل انا كنت قلت لك طلقها، لكن الطفل ده بقى ذنبه ايه في مشاكلكم؟ الطفل ده يبقى ابني انا، ولا يمكن اتنازل عنه مهما حصل. ايوه يا ابني، بس القانون بيديها الحق في حضانته لحد 13 سنه. ولا يوم واحد، ولا هتشوفه لمده يوم واحد حتى. طب اهدى يا حبيبي، اهدى يا سعد، ما تتعصبش كده يا ابني. اعمل ايه يا امي؟ اعمل ايه؟ والله يا ابني ما انا عارفه اقول لك تعمل ايه، لكن العمل عمل ربنا. بقول لك ايه يا حبيبي، روح كده يلا اتوضى وصلي ركعتين لله، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك ويرشدك لطريق الصواب والحل. يلا يا حبيبي يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفرك يا رب وأتوب إليك. استغفرك يا رب وأتوب إليك. اتفضل يا سيدي، ادي شنطة ب1,000,000 جنيه زي ما وعدتك. وتخليهم 2 مليون يا مختار. 2 مليون ايه؟ واحنا بنفرق؟ يا ابني انا بطني مفتوحة في عمليات وشغل ومصالح كتيرة قوي، انت لولا انك اخويا ومزنوق والمصحف ما كنت اطلع جنيه. مش عارف ليه حاسس انك بتقطع من جلدك كده وانت بتديهم لي. هو 1,000,000 جنيه ده شوية يعني فكة؟ خلاص ان شاء الله هردهم لك في اقرب وقت. امتى بقى؟ على اول السنة الجديدة. كويس؟ ماشي، يبقى اكتب الشيك بتاريخ السنة الجديدة. شيك ايه يا مختار؟ اللي هتكتبهولي. هو انت مش مأمن لي ولا ايه؟ عيب يا سعد، عيب. ده انت اخويا، اخونك ازاي يعني؟ هو ايه اللي عيب؟ امال الشيك ده معناه ايه؟ الشيك ده لضمان الموت من الحياة، وده شرع ربنا يا سعد. وما تنساش ان انا وانت دلوقتي ما بقيناش لوحدنا، بقى في عيال جايه لنا في السكه، انت مستني مولود وانا مستني مولود، ولازم نحافظ على اموالنا علشان خلاص عيالنا. يا عم، خلاص يا عم، انت هتعمل لي فيلم. اتفضل يا سيدي، اتفضل. انت كده تمام التمام. مش عارف يا اخي، تحس كده ان الفلوس دي باين لها حرام ولا ايه؟ ما فيهاش بركه. تاني يا سعد، هنعيده تاني؟ امال انا ايه اللي بيجرالي ده يا مختار؟ ده سوء تخطيط منك، ما انا قدامك اهو، اشيتي معدن وفل الفل. يا عم الله اكبر، ما تقرش على نفسك. واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث. عرفت ان رشا طالبه الطلاق؟ بنت الابلسه، خدتك لحم ورمتك عظم.
لعبتها خرصه بنت اللئيمه. بس انا مش هسيبها. هتعمل ايه بقى؟ هقوم اجدع محامي في البلد وهجرجرها في المحاكم. مود يا حمار. وبعدين القوانين اليومين دول مش في صالحك، دي في صالح الست. الست ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخويا. طب اعمل ايه يا مختار؟ ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا؟ يا عم مات ايه؟ مات ايه؟ فلا الله ولا فالك يا مختار. يا عم بعد الشر، بعد الشر طبعا. مات كده وكده يعني. لا يا مختار، انا وابني لازم نعيش في النور. رشا هي اللي لازم تعيش في الضلمه. ازاي يعني؟ انا في فكره بنت ابلسه جت في دماغي، عايز امخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها. فكرة ايه دي يا معلم؟ هقول لك يا مختار، بس توعدني اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. سرك كبير يا اخويا، قول.